أنا مش مجنون. دي الجملة اللي بكررها لنفسي كل يوم. الدكاترة بيسموا اللي حصل لي تهيؤات، بس هل التهيؤات عارفة عنوان بيتي واسم أمي بالتفصيل؟ هل الهلاوس هتواجهك بكل سر دفنته في ماضيك؟ الحكاية بدأت في شفت مسائي لما ظهر لي حد قرر يحاسبني على كل غلطة عملتها. حد فضل يطاردني في كل حتة وما سابنيش. حد ملوش وجود غير باسم العميل رقم 0. أنا اسمي مازن، شغال في خدمة العملاء شفت مسائي. والحكاية بدأت في يوم شغل عادي. كنت في آخر الشفت، الشركة كانت تقريباً فاضية والساعة كانت داخلة على 2. زمايلي بدأوا يلموا حاجتهم عشان يمشوا. وائل صاحبي عدى عليا وهو ماشي. ايه يا مازن، مش مروح ولا ايه؟ يا ريت يا وائل، بس لسه قدامي كام حاجة أخلصها. روحوا انتوا، هخلص وحصلكم. ماشي يا عم، بس خلي بالك لحسن يطلع لك عفريت وانت لوحدك ولا حاجة. تصبح على خير. بعدها بقيت لوحدي. الصالة بقت فاضية. طفيت الأنوار الزيادة وسبت بس نور المكتب بتاعي. يلا يا مازن، شد حيلك وخلص عشان تروح تنام، يومك كان طويل. خلصت شغلي وطفيت الكمبيوتر ولميت حاجتي، ولسه بلف ظهري عشان أمشي. فجأة سمعت الصوت ده. غريبة، أنا متأكد إني قفلت الجهاز. بصيت للشاشة، لقيتها اشتغلت تاني لوحدها واتفتحت على صفحة الشات مع العملاء. رجعت قعدت تاني، قلت مش مشكلة، يمكن حد من العملاء عنده مشكلة ضرورية والسيستم علق وفتح لوحده. بصيت على اسم العميل، لقيت مكتوب عميل رقم 0. مفيش حاجة في الشركة عندنا اسمها عميل رقم 0. السيستم متبرمج يبدأ من رقم 1. قلت يمكن غلطة في السيستم. فتحت الشات ولسه هكتب الرد المعتاد، أهلا بيك في خدمة العملاء. لقيت الطرف التاني باعت رسالة قبل ما اكتب. أهلا يا مازن. أنا اتجمدت قدام الشاشة. السيستم عندنا مش بيبين اسم الموظف للعميل إلا لما الموظف هو اللي يقوله. عارف اسمي منين؟ أهلا بيك يا فندم، إيه المشكلة اللي أقدر أساعدك فيها؟ أنا ما عنديش مشكلة، المشكلة هتبقى عندك أنت. مش فاهم حضرتك. أنا أعرف عنك كل حاجة يا مازن، أعرف اللي محدش غيرك يعرفه. هنا بدأت أحس إن أكيد ده مقلب. أكيد وائل ولا حسام زمايلي بيشتغلوني. يا وائل بطل استظراف، أنا مش ناقص هزارك البايخ ده على نص الليل. أنا عايز أروح أنام. وائل دلوقتي واقف بيجيب عشاء، وحسام روح بيته ودخل ينام خلاص. وصدقني يا مازن، ده مش هزار. أنا سكت، ما بقيتش عارف أرد أقول إيه. السرعة اللي الكلام بينزل بيها مش طبيعية، والمعلومات دي هو عارف وائل فين دلوقتي منين؟ اسمك مازن شريف، واسم والدك شريف سامح، ووالدتك اسمها سهير حسن. كنت ساكن في المقطم مع أهلك، ودلوقتي ساكن في المعادي الدور الخامس عمارة 14، واتخرجت من تجارة بمقبول بالعافية. تحب أقولك معلومات تاني؟ أنت مين؟ وعرفت الكلام ده إزاي؟ مش لازم تعرف أنا مين، المهم أنت اللي مين. ده مش آخر كلام بينا، استنى بكرة في نفس الميعاد. النهاردة قلتلك حاجات الناس ممكن تعرفها، بكرة هقولك اللي محدش يعرفه غيرك. وفجأة الجهاز فصل لوحده، كأن الكهرباء قطعت عنه هو بس. فضلت شوية باصص للشاشة اللي فصلت لوحدها باستغراب، وبعدها خدت حاجتي ومشيت بسرعة، وأنا بحاول أقنع نفسي أكيد ده واحد من زمايلي وجاب البيانات دي من الملف بتاعي وبيهزر هزار تقيل. لكن أول ما وصلت لباب الأسانسير وقفت لحظة، وفكرة واحدة بس جت في دماغي. ممكن يوصل لملفي في الشغل، وممكن يعرف عنواني، لكن هيعرف اسم والدتي منين؟ ملف الموظفين ما فيهوش اسم الأم، ولا عمري قلته لحد في الشركة.
تاني يوم رحت الشغل، وأول ما شفت وائل قاعد وبيضحك مع حسام رحت عليه وقلت له: بقول لك إيه يا وائل، نفسي تبطل هزارك السخيف ده بجد. يعني أنا كنت مطحون في الشغل امبارح، وأنت قررت تعمل فيا مقلب في نص الليل أول ما مشيت من هنا. مقلب ايه وهزار ايه يا ابني؟ انت بتتكلم عن ايه اصلا؟ انا امبارح رحت جبت اكل وروحت نمت قتيل. هزار ايه؟ هو انا كنت شايف قدامي؟ أنت هتستعبط يا وائل. جبت الملف بتاعي إزاي؟ وعرفت اسم والدتي منين؟ أنا متأكد إني مش قايل لحد هنا عليه، لا أنت ولا غيرك. وائل بص لحسام اللي كان قاعد بيسمع. ملف ايه واسم ايه؟ انا مش فاهم كلمة من اللي بتقوله. قلت لحسام: يعني أنت كمان هتقول إنك ما تعرفش؟ مين فيكم اللي بعت لي امبارح؟ يا مازن اهدى بس، احنا فعلا مش فاهمين حاجة. انا كمان روحت بعد الشفت ونمت على طول، ووائل كان معايا لحد ما ركبنا المواصلات. وبعدين يعني هنعرف اسم والدتك منين؟ شكلهم ما كانش بيكذب يعني. عايزين تفهموني إن محدش فيكم كلمني باسم العميل 0؟ عميل 0 ايه يا مازن؟ انت شكلك كنت بتخرف من قلة النوم. انا قلت لك روح نام، ما سمعتش كلامي. السيستم بتاعنا ما فيهوش حاجة اسمها عميل 0 اصلا. سبتهم ورجعت على مكتبي. مش معقول التمثيل ده. قعدت وفتحت الجهاز بسرعة ودخلت على سجل المحادثات. كنت عايز أجيب الكلام وواجههم بيه. فتحت السجل بس مفيش حاجة. الشات بتاع امبارح مش موجود. دورت بالتاريخ، بالوقت، برقم العميل 0. مفيش أي أثر للي حصل. إزاي؟ هو راح فين؟ المفروض يبقى متسجل. بدأت أشك في نفسي. هو فعلا كان بيتهيالي؟ بس أنا فاكر كل كلمة. أكيد حد فيهم مسح الشات قبل ما أجي. بس ليه كل المجهود ده؟ عامة هو قال إنه هيبعت لي النهاردة. أكيد هعرف مين فيهم. لما الكل مشي وفضلت لوحدي، قعدت قدام الجهاز وقلت وأنا بضحك: وريني بقى يا سيدي آخرة المقلب ده إيه؟ أنا مستنيك أهو. ما فاتش دقيقتين الشات اتفتح لوحده والرسالة نزلت. انت بتضحك دلوقتي فاكر انك ذكي، بس لما اقولك اللي اعرفه يا ترى لسه هتضحك؟ هو شايفني؟ بيبص عليا منين؟ بصيت بسرعة لنور الكاميرا بتاعت الجهاز، لقيتها مطفية، وبصيت حواليا في الصالة الضلمة وما لمحتش حد. بقولك ايه، أنا عارف إنك واحد من الموظفين هنا. أنت امبارح قلت معلومات أي حد ممكن يعرفها من ملفي. ده مش ذكاء منك. طيب، ولما غشيت في امتحان المحاسبة في سنة 4 وزميلك أحمد اللي كان قاعد جنبك هو اللي اتطرد من اللجنة واتحرم من السنة بدالك، دي برضو أي حد يعرفها؟ مستحيل. الموضوع ده ما كانش فيه غيري أنا وأحمد، وأحمد سافر من سنين ومقطوع أخباره. أنت بتقول إيه؟ أنا ما عملتش حاجة. بلاش تمثيل. انت عارف انك حطيت له ورقة الغش أول ما المراقب قرب منكم. انت دايما بتعرف تخرج منها يا مازن، بس المرة دي مفيش حاجة هتنقذك. قفلت الشاشة وأنا حاسس إني هقع من على الكرسي، ومشيت بسرعة من المكتب. رجعت البيت وما قدرتش أنام. كنت بسأل نفسي: هو عارف موضوع أحمد؟ يا ترى يعرف إيه تاني؟ تالت يوم رحت الشغل وأنا مش شايف قدامي. ما كلمتش حد من زمايلي، حتى وائل وحسام لما حاولوا يهزروا معايا ما ردتش عليهم. كنت مستني أعرف هو هيقول إيه. يا ترى يعرف عني إيه تاني؟ وناوي يوصل لإيه في الآخر؟ وفعلا زي ما توقعت، بعد ما زمايلي مشيوا الشات اتفتح من غير ما ألمس الماوس حتى. النهاردة بقى هنتكلم في المهم. فاكر أول شركة اشتغلت فيها؟ فاكر لما الخزنة نقصت 50,000 جنيه؟ إزاي عارف حاجة زي دي؟ السر ده مدفون بقاله سنين، مفيش حد في الدنيا يعرفه غيري أنا. قول لي بقى، فاكر الموظف الغلبان اللي كان معاك في المكتب وقتها؟ اللي انت لبسته تهمة بكل برود عشان تخرج منها انت، وسبته يترفد وحياته تتدمر؟ فاكر منظره وهو بيترجى المدير؟
انت حتى ما كلفتش نفسك تسأل حصل له ايه بعد ما رفدوه، مش كده؟ أنا ما عملتش حاجة من دي، هو اللي سرق. أنت جاي تتبلى عليا ليه؟ انا مش محتاج اتبلى عليك. انت كل خطوة في حياتك كنت بتأذي فيها حد عشان مصلحتك، واخرها فاكر المشكلة ياها مع صحابك في الساحل لما خبط الراجل الغلبان بالعربية ولبستها لصحابك وهربت انت زي الفار؟ انا مش قلتلك اني اعرف عنك كل حاجة؟ أنت عاوز إيه؟ فلوس؟ عاوز تفضحني؟ قول لي أنت مين وعاوز كام عشان تغور من حياتي. رد عليا، أنت مش بترد ليه؟ أنا هديك اللي أنت عاوزه، أي حاجة، بس أرجوك سيبني في حالي أرجوك. وفجأة وبدون أي مقدمات النور في المكتب كله طفى، ومفيش غير شاشة جهازي هي اللي لسه منورة. فضلت قاعد مكاني مش قادر أتحرك، مستني الرد. دقيقة، دقيقتين، 10، مفيش فايدة. العميل ما بعتش أي حاجة تانية، وأنا ما بقيتش شايف غير جملة واحدة بس. انا مش قلتلك اني اعرف عنك كل حاجة؟ بعدها الجهاز فصل لوحده مرة واحدة، وفي اللحظة دي بدأت أسمع أصوات غريبة، صوت ضحك مكتوم جاي من بعيد، وبعدين الصوت بدأ يقرب، كأني في حد واقف ورايا وبيضحك عليا بجد. جريت برا المكتب وأنا بقع وأقوم في الضلمة لحد ما وصلت الأسانسير ونزلت الشارع. ركبت عربيتي وطرت بيها على البيت، وأنا مش شايف قدامي غير خيالات لناس كنت فاكر إني نسيتهم. وصلت البيت وأنا مرعوب، وقفلت الباب ورايا بالمفتاح، وحاولت أهدي ضربات قلبي. مازن اهدى، ده مجرد كلام، مش هيقدر يعمل لك حاجة، هو معهوش دليل واحد يدينك، انت قفلت كل الملفات دي زمان وما سبتش وراك أي خيط، اهدى. رميت الموبايل على السرير، حطيت القهوة على النار وغسلت وشي بمية ساقعة، يمكن أفوق من الكابوس ده. وأنا باصص في المراية وبنشف وشي سمعت الصوت ده، نفس الرنة، نفس الصوت بتاع شات الشغل اللي بقى بيطاردني، بس المرة دي طالع من موبايلي. لقيت رسالة من رقم متسجل باسم عميل رقم 0. أنا أكيد ما سجلتش الرقم ده في الموبايل، موجود إزاي؟ انت هربت من الشركة يا مازن، بس مش هتعرف تهرب مني. طيب تشوف وشك في المراية ازاي بعد كل اللي عملته؟ هو عارف منين؟ أنا مش فاهم، إزاي عرف إني كنت واقف قدام المراية؟ ما تنساش تقفل على القهوة لحسن تفور وتتحرق. أنت فين؟ في حد هنا؟ وريني نفسك لو تقدر. جريت على المطبخ، سحبت أكبر سكينة وبدأت أفتش في كل ركن زي المجنون. قلبت الشقة حتة حتة، تحت السرير، ورا الستاير، جوه الدولاب، حتى البلكونة. كنت بدور على أي حد مستخبي، مفيش حد. فجأة وأنا واقف في نص الصالة والسكينة في إيدي، التلفزيون اشتغل لوحده، كان جايب شوشرة بيضة وصوت عالي جدا، وبعدين ظهرت جملة بالأسود في نص الشاشة: بلاش تدور كتير، أنا مش في الشقة، أنا في كل حتة. جريت وفصلت فيشة التلفزيون، قعدت في ركن في الصالة وماسك السكينة في إيدي. الموبايل ما كانش بيبطل رن، رسايل ورا بعض بتوصف كل حاجة بعملها. سيب السكينة دي، هتعور نفسك على الفاضي. جريت على الباب. انت خارج رايح فين؟ فاكر انك حتى لو مشيت هتعرف تهرب مني؟ ما غمضتش عينيا لحد ما الشمس طلعت. كنت حاسس إن في حد معايا، وإن كل نفس بتنفسه متراقب، بس أنا مش شايفه ومش عارف هو فين ولا شايفني إزاي. رحت الشغل تاني يوم وأنا بتلفت حواليا، سواد تحت عينيا وهدومي مكرمشة، وأي حد يقرب مني كنت ببعد عنه بخوف. زمايلي في الشركة اللي كنت بضحك وبهزر معاهم بقيت حاسسهم كلهم بيضحكوا وبيمثلوا عليا. بصيت لوائل،
كان قاعد ماسك التليفون وبيضحك بصوت عالي. قلت في سري: بتضحك على ايه يا وائل؟ هل باعت لي رسالة ومستني تشوف هعمل ايه؟ سارة اللي في المكتب اللي جنبي قالت لي: مالك يا مازن؟ شكلك ما نمتش. تحب أجيب لك قهوة؟ قهوة؟ عشان تحطي لي فيها حاجة؟ ولا انتي اللي ورا كل ده وبتقولي قهوة زي امبارح عشان افهم؟ شكرا، مش عايز منك حاجة. قبل ما اقعد على مكتبي بدأت افتش تحت المكتب، وفوق الشاشة كنت بدور على اي سلك غريب او ميكروفون. زمايلي بدأوا يتهمسوا عليا وانا سامعهم بيتكلموا عليا من ورا ظهري ولا كأني موجود معاهم. المدير نادى عليا ودخلت له المكتب. كان باصص لي بصة غريبة. مازن، أدائك بقاله يومين مش عاجبني، وانت شكلك تعبان. في حاجة مخبيها علينا؟ كلمة مخبيها رنت في دماغي. قصده الغش ولا الاختلاس؟ هل العميل المجهول ده بعت له حاجة ولا هو اللي بيبعت لي؟ خرجت من مكتبه وانا حاسس ان الكل بيراقبني. كل كلمة قصديني بيها، كل همسة عليا، كل نظرة خلتني أسأل: يا ترى عارفين حاجة؟ لدرجة اني كنت خايف افتح جهازي. كنت ماشي في الطرقة وبكلم نفسي: اكيد واحد منهم، اكيد حد من اللي قاعدين دول هو اللي بيهددني. قررت استنى لما اليوم يخلص والكل يمشي عشان اواجه ايا كان اللي بيحاول يبتزني ده، واعرف هو عاوز مني ايه بالظبط. الكل مشي وبقيت لوحدي. قعدت قدام جهازي وانا مستعد لكل حاجة، مستعد للمواجهة، للفضيحة، او حتى اني احاول اسكته باي طريقة. استنيت الرسايل بتاعت كل يوم لكن مفيش حاجة جت. فضلت مستني ساعة 2 ولا اي حاجة وصلت. ما كنتش عارف هل اقلق ولا ارتاح. ما اقتنعتش انه فجأة هيسكت ويسيبني في حالي، بس اضطريت امشي لما لقيت مفيش فايدة من الانتظار. فضلت طول الليل ماسك الموبايل، مستني الرسالة، مستني اللعبة الجديدة. قفلت عليا الأوضة وضلمتها عشان ما يعرفش يشوفني. بس الغريبة إن مفيش حاجة جت، مفيش أي أثر للي كان بيحصل. خفت أكتر من السكوت، بس حاولت أقنع نفسي إن الموضوع خلص، وقررت إني هغير سكني وأسيب الشركة في أقرب فرصة. لازم أبدأ صفحة جديدة بعيد عن كل ده. بس للأسف ما كنتش أعرف المفاجأة اللي مستنياني تاني يوم. رحت الشغل عادي، وأول ما دخلت المكتب كانت الصدمة. لقيت جهاز كمبيوتر جديد على مكتبي، والجهاز القديم ملوش أثر. اتلفت حواليا زي المجنون. جريت على مكتب طارق موظف IT. فين جهازي يا طارق؟ انطق! الكمبيوتر اللي كان على مكتب 104 وديتوه فين؟ عملتوا فيه ايه؟ انطق بقولك! طارق قام وقف وبصلي باستغراب. اهدى بس يا مازن، جهاز ايه اللي بتتكلم عليه؟ بلاش تعملهم عليا. الجهاز اللي كان على مكتبي، انا لقيت جهاز جديد النهارده. فين القديم؟ انت فتحته؟ في رسائل جت عليه؟ حد فتح الشات؟ مازن، انت اكيد بتهزر صح؟ جهازك اللي على مكتب 104 ده بايظ بقاله 3 ايام. الجهاز اتحرق من قفلة كهرباء يوم التلات اللي فات. انا لسه مغيرهولك بجهاز جديد النهارده الصبح. حتى مستر تامر سألني ازاي ما بلغتش ان جهازك ميت. كنت بتقعد تعمل ايه قدام شاشة سودة 3 ايام؟ انت بتقول ايه؟ محروق ازاي؟ انا كنت بقعد عليه كل يوم لحد الفجر. انا كنت بشوف كلام بيتكتب قدامي حرف حرف. طارق قرب مني وشاور على الجهاز في ركن الأوضة. بص بنفسك، الجهاز اهو، والبروسيسور والكابلات سايحة من جوه. الجهاز ده مستحيل يشتغل، وحتى السيرفر بتاع الشركة مسجل انك ما عملتش لوجين واحد من يوم التلات. انت اكيد كان بيتهيأ لك يا مازن. يمكن من كتر السهر والضغط بقيت بتشوف حاجات مش موجودة. نصيحة مني، روح ارتاح، لان شكلك بدأت تتجنن. بصيت للجهاز المحروق. بيتهيأ لي؟ يعني ايه بيتهيأ لي؟ والشات والرسائل اللي على الموبايل. طلعت الموبايل بسرعة عشان أوريله الرسائل وأثبت له إني مش مجنون. بس هنا
كانت الصدمة اللي خلت قلبي يقف فعلا. مفيش رسايل، مفيش أي حاجة، ولا كأن في حد بعت لي أي حاجة الأيام اللي فاتت. مفيش أي أثر للرقم الغريب ولا للتهديدات. طلعت أجري من الشركة كلها وأنا حاسس إن الحيطان بتقفل عليا والناس بتبصلي كأني مجنون. ركبت أول تاكسي وطلعت على البيت وأنا بكلم نفسي بصوت عالي: أنا مش مجنون، أنا مش مجنون، أنا شفتهم بعيني. فتحت باب شقتي ودخلت أوضتي، وفجأة سمعت صوت، نفس الصوت بس المرة دي كان عالي جدا وواضح. حسيت إنه جاي من كل حتة حواليا، من الموبايل، من التلفزيون، ومن الهوا نفسه. وقعت على الأرض، لقيت موبايلي بينور لوحده ب50 رسالة في ثانية واحدة. الجهاز محروق يا مازن، انت كنت بتكلم مين؟ انا مش محتاج جهاز عشان اكلمك، انا جوه دماغك. بقيت حاسس إني مش لوحدي في البيت، حاسس إن كل اللي فيه بيراقبني. صوت الرسايل فضل مستمر يومين كاملين. الموبايل حتى لما كنت بقفله كان بيفتح لوحده ويشتغل تاني. ما بقيتش عارف أنام، مفيش لحظة راحة. بدأت أكسر في كل حاجة حواليا بجنون. رميت الموبايل في الحيطة اتكسر، وشديت سلك التلفزيون قطعته، حتى كل الأنوار كسرتها. وبقيت قاعد في الضلمة عشان ما يعرفش يشوفني. بس الغريبة إن صوت الرسايل ما كانش بيقف، بقى جاي من كل حتة. قمت زي المجنون أخبط على الحيطان وأنا بصرخ بأعلى صوت عندي: اطلع بره، اطلع بره دماغي، كفاية بقى. قعدت في الضلمة بكلم نفسي وبضحك بهستيريا. بقيت مش عارف أنا لسه في البيت ولا رجعت المكتب. هل أنا صاحي ولا نايم؟ هل أنا فعلا مجنون ولا إيه اللي بيحصل لي؟ فضلت عايش وسط الأصوات اللي بتصرخ في ودني بكل غلطة عملتها في حياتي. في الناحية التانية كان طارق موظف الاي تي قاعد قدام اللابتوب بتاعه وباصص ببرود لشاشة متقسمة لكذا كاميرا. كاميرات بتصور مازن وهو بيخبط على الحيطان، وهو بيكسر عفش بيته، وهو منهار في نص الصالة بيضحك زي المجانين. 10 سنين يا مازن، 10 سنين وأنا مستني اللحظة اللي أشوفك فيها بالمنظر ده. أنت كنت فاكر إنك لما تلبسني تهمة الاختلاس زمان وتخرج أنت منها زي الشعرة من العجين إن الحكاية خلصت؟ كنت فاكر إن لما حياتي تتدمر وأخسر شغلي إنك كده كسبت؟ اللي يضحك إنك حتى لما شفتني هنا في الشركة ما عرفتنيش، ما كلفتش نفسك تفتكر الشخص اللي دمرته. كنت مغرور لدرجة إنك فاكر إن مفيش حد يقدر يوصلك، وإنه كل الناس اللي أذيتهم ونسيتهم هم كمان نسيوا. بس أنا منسيتش، فضلت وراك بعد ما خرجت من السجن. قعدت سنين بدرسك وبدرس كل حركة بتعملها. وصلت للناس اللي انت أذيتهم وعرفت عنك كل بلاويك. عرفت انت شغال فين واخترقت أجهزتك كلها وبقيت بتابعك لحظة بلحظة. الجهاز ما كانش محروق ولا حاجة، بس انت هتعرف ازاي لو بدلت جهازك بواحد تاني. ولما كنت ببعت لك الرسائل على الموبايل كنت بمسحها بعدين علشان ألخبطك أكتر. أنا ما كنتش محتاج أعمل أكتر من إني أهددك، إني أخلي الناس تشوف حقيقتك. أنا بس بدأت السكة والباقي كله أنت اللي عملته في دماغك. ولما قلتلك إن الجهاز محروق كانت دي الضربة اللي قضت عليك، لأن مفيش حاجة مرعبة للإنسان أكتر من إنه يشك في نفسه. مازن دلوقتي في المصحة قاعد بيكلم الحيطان وبيحاول يهرب من أصوات مفيش حد سمعها غيره. الحقيقة إنك مش محتاج تقتل حد عشان تنتقم منه، انت بس محتاج تلعب على خوفه وهو هيدمر نفسه بنفسه.